السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في آخر أخبار المنتخب المغربي. قبل البداية ما تنساش أنك تشترك في هذه القناة وتقوم بالإعجاب وشي تعليق زوين يدوز في الفيديو القادم. بلا ما نطولوا بزاف يلا نمشيو مباشرة للتفاصيل. شكر الركراكي الجامعة على توفير كل الطلبات لضمان مشاركة مثالية للمنتخب في الكوت ديفوار. وفي تصريح الموقع الرسمي ديال الجامعة قال الركراكي: لقد تم توفير كل مستلزماتنا في الكان من مقر إقامة وملعب تدريبات. لا مكان لنا للأعذار في ظل هذه المعطيات الرائعة. كل شيء على ما يرام والجامعة أحرجتنا ولا أعذار لنا. حضرنا مبكرا واللاعبين دخلوا الأجواء بتفاصيلها خاصة درجة الحرارة المرتفعة بشكل مفرط، ومع ذلك يمكن القول أنهم تغلبوا عليها إلى حد كبير. واجهنا السيراليون وانتصرنا عليهم بفوز مهم، والأهم أننا خرجنا دون إصابات. كان لزاما خوض مباراة على الأقل وتحضير اللاعبين لهذا الموعد بهذه الكيفية، وأنا سعيد للنتائج التي خرجنا بها. مع اقتراب ضربة انطلاق يرتفع الحماس. ندرك أن انتظارات جماهير المغرب كبيرة ونأمل ألا نخذلهم، لذلك أعيد التأكيد على الظروف والتحضيرات التي كانت مثالية جدا. أعلنت الجامعة الملكية المغربية أن مع 4:45 دقيقة نهار السبت 13 يناير 2024 غتكون حصة تدريبية ديال المنتخب المغربي ومفتوحة أمام الإعلام. هذه الحصة التدريبية هي من تحضيرات والاستعدادات ديال المنتخب المغربي لأمم إفريقيا اللي غيبدأ نهار 11. هذه التحضيرات والاستعدادات هي ضمن استعدادات المنتخب المغربي لأمم إفريقيا اللي غيبدأ عند المغرب نهار 17 بمواجهة تنزانيا. مازال نصير المزراوي النجم المنتخب المغربي يخضع لبرنامج علاجي مكثف بعد وصوله لمدينة سان بيدرو، ورغم أن حالته الصحية تحسنات بزاف بعد الإصابة اللي كان تعرض لها إلا أنه ما يكونش قادر يشارك النهار الأربع ضد تنزانيا. وحتى في الماتش ديال المغرب ضد الكونغو الديمقراطية ما غاديش يشارك، فيقدر يشارك ضد زامبيا. وخايف نادي بايرن ميونخ من تكرار الإصابة اللي كان تعرض لها المزراوي في كأس العالم في قطر 2022، بحيث أنه كان خاض بعض المباريات مع الأسود وهو مصاب، وهو اللي خلى إصابته تتزاد وما رجعش بسرعة للملاعب. مصدر من داخل الجامعة الملكية المغربية أكد أنهم توصلوا برسالة من الفريق البافاري للمطالبة بعدم الاعتماد على مزراوي في 90 دقيقة في الماتش ديال المنتخب ضد زامبيا، بحيث أن اللاعب مازال محتاج للراحة. نفس المصدر قال أنه تم دراسة طلب الفريق البافاري إبقاء للجامعة أو للطاقم الفني ديال المنتخب المغربي الحق، بحيث أنه عنده كامل الصلاحيات للخيارات الفنية بما يراه مناسبا. نفس المصدر قال: أظن أن نصير مزراوي قطع شوطا مهما في عملية التعافي وسيكون مستعد لخوض المباراة الثالثة ضد زامبيا، لكن ذلك مشروط بموافقة طبيب منتخب المغرب كريستوف بودوت. الركراكي كان وافق على بقاء المزراوي في ألمانيا لمواصلة العلاج بإشراف الطاقم الطبي ديال الفريق البافاري، وانضم المزراوي لزملائه في المعسكر التدريبي. مزراوي كيتعتبر من بين الركائز الأساسية في المنتخب المغربي اللي كيتم الاعتماد عليه كظهير أيسر، علما أنه كيلعب ظهير أيمن في فريق بايرن ميونخ. قال وليد الركراكي أن إفريقيا الكوت ديفوار 2023 غتكون معقدة بزاف وغتكون صعيبة، وهي غتكون نسخة من بين الأفضل في التاريخ. وقال هذه المنافسة ستكون بالتأكيد واحدة من الأفضل في التاريخ عندما ترى أعداد كل هذه البلدان، وهناك لاعبون رائعون في كل منتخب تقريبا وينشطون في الأندية الكبيرة حول العالم. نحن واقعيون ونعلم أن هناك درجة من الحافز وأن دافعنا عاليا جدا. أتخيل أن هذا هو الحال أيضا مع المنتخبات الأخرى، لكن لدينا التواضع لنقول أننا نحترم الجميع وأننا لسنا أفضل منتخب على الورق، لكننا نريد بالتأكيد العودة بهذا الكأس. وغادي يمشي المنتخب المغربي لإفريقيا وعينه على الظفر بكأس إفريقيا. وليد الركراكي ماشي بتواضعه وبطريقته في الحديث مع الصحافة، بحيث أنه من كان مدرب ديال الوداد الرياضي كان قال لهم حنا راه ما غاديش نربحوا الأهلي المصري، والأهلي
هي ريال مدريد افريقيا. بعد نهايه المباراه ربح الوداد ب2-0 وقال لهم وليد الركراكي اعتقد اننا حنا ريال مدريد افريقيا. فنتمنوا هذه الاستراتيجيه هذه تربح مع وليد الركراكي بعد ما ربحات مع بزاف د المرات، سواء مع الفتح الرياضي او مع الوداد او مع المنتخب في كأس العالم.